المغرب صنعت التاريخ لكل عربي. المغرب حققت المكسب اللي كل واحد كان قاعد مستنيه. لو انت كنت بتحلم فحب اقول لك تعالى من حلمك، فالحلم بقى حقيقة. وايو مبروك علينا، وهذه البداية ومازال ده كلام كل واحد مغربي وكل واحد عربي كان بيشجع في الاستاد امبارح. انا ما قدرتش اعمل فيديو، صوتي كان رايح. اول منتخب عربي في التاريخ بيتواجد في دور الثمانية، سميه ربع النهائي سميه دور الثمانية، المهم ان احنا ده اول منتخب عربي يحقق الانجاز التاريخي. اول منتخب عربي يقول لك انت تقدر تكون بتنافس الابطال دول. اول فريق عربي واول منتخب عربي انت واثق فيه من قبل البطولة، وعندك باك جراوند عنده كويس قوي من 2018 كمان، ان منتخب المغرب يقدر يعمل حاجات كتيرة قوي في كأس العالم، وحط عليه امال كبيرة جدا. اول كاس عالم يكون في منطقة عربية ويكون العرب خير مثال، نقدر نكسب ابطال العالم واللي حققوا البطولة دي كذا مرة. المنتخب السعودي يكسب منتخب الارجنتين في مباراة للتاريخ، وهتبقى للتاريخ في وجود افضل لاعب في العالم وافضل لاعب عينينا شافته وهو ليونيل ميسي. ومش بس كده كمان، ده منتخب تونس يكسب ابطال العالم، المنتخب الفرنسي الديوك اللي كانوا عاملين شغل عظيم في البطولة اللي فاتت، واللي المفروض الطبيعي ان اول ما نقابلهم نخسر منهم. ودلوقتي منتخب المغرب بيعمل لك التاريخ الجديد وبيقول لك اسمع ما تقفلش الدفاتر، ده لسه في حكايات كتيرة لازم تتقال. قابل كرواتيا وقابل بلجيكا، وما تنساش ان كرواتيا دي كانت وصيفة البطولة اللي فاتت، وكمان بلجيكا اللي كانت تالت البطولة اللي فاتت. انت بتلاعب فرق تخض وبتلاعب فرق اساميها عظيمة، وكمان لما تصعد لدور ال16 وتقول ممكن الاعب اليابان عشان اهرب من شبح اسبانيا، يجي لك اسبانيا وتلعب مع اسبانيا، واسبانيا اللي كانت اساسا واصلة للنص النهائي في اليورو اللي فات. فانت لازم النهاردة تفرح وترقص وتهيص وتهلل لحد المباراة الجاية، واللعيبة عليها انها برضو تفرح وترقص امبارح، ومن النهاردة لازم يبدأوا يركزوا عشان عندهم مباراة عظيمة جاية. لازم تفرح زي ما انت عايز عشان ده اهم حدث تاريخي مغربي عربي يفرحنا كلنا. انت متخيل يعني ايه اول مرة في حياتنا بنلاعب الابطال؟ اول مرة في حياتنا بنبقى بند ليهم؟ اول مرة نشوف منتخب عربي مش خايف وقاعد مهزوز؟ اول مرة نشوف منتخب عربي معمول له حساب تقيل قوي عشان هو تقيل قوي في الملعب. والكلام ده مش بقوله كده وخلاص، يعني تقدر تقول ان هو ايه عشان بس روح الحماس وكده. الكلام ده لو انت اتفرجت على المباراة، شوف انت عندك الخط الدفاعي الثلاثي الدفاعي اللي احنا دايما بنقول عليهم، من اول المعلم سفيان مرابط اللي قدام شوية وتحت نايف اكرد ورومان سايس. اللعيبة دي عملت مباراة للتاريخ، كل اللعيبة عملت مباراة عظيمة. لو تشوف املاح واناحي الاتنين اساسا النص الملعب، هم مطلوبين منهم بس ان انت العب في العمق، مالكش دعوه بالاطراف. انت عندك هنا حكيمي وهنا زياش هيبهدلوا الدنيا، ما تقلقش. مفيش لعيب يعني قلل من مجهوده ولو حاجه بسيطه. مفيش واحد دخل في نقطة عرق في الملعب. بوفال اللي عمل مباراة افضل مباراة للاعب بوفال من ساعة ما بدأ البطولة. انت لو شفت بوفال في الملعب امبارح تشوفه هو قاعد ماسك اللعيبة يمين شمال من الاخر كله في جيبه. سفيان مرابط، انت متخيل سفيان مرابط بيلعب في النص وحواليه مين؟ حواليه بدري وبوسكيت واسينسيو وجافي، واللعيبه دي مش عارفه تعمل معاه حاجه يا راجل. ده كمان انريكي خلى جافي ان هو يلعب عليه مان تو مان. فسفيان مرابط عمل مباراه للتاريخ، وكل اللعيبه سواء النصيري الصابري، اللعيبه كلها والله مش عايز انسى حد. وطبعا كلام كبير قوي وكتير قوي على ياسين بونو. ياسين بونو اللي انا شايف ان ربنا بيكافئه، ما خدش حقه في حاجات كتير فربنا بيكافئه بقى دلوقتي. هو شال منتخب المغرب على كتافه وشال كل الامال العربية على كتافه. الواحد يعني انا من امبارح وانا سعيد وفرحان، ومش عارف السعادة والفرح دي يعني مش عايزها تخلص، مش عايزها حتى انها تقل. واخيرا تحية لوليد الرجراجي، تحية لوليد الرجراجي اللي انا شايف ان هو عمل
اشتغل بس مش على الاداء الفني بس، لا وليد الرجراجي شغال على كل حاجه وكل تفصيله ودرس كل حاجه في المباراه دي. بس سيبك بقى من المباراه وان احنا الحمد لله توفقنا، تعال اقول لك ان وليد الرجراجي العامل النفسي والذهني، الراجل ده شغال مع الراجل ده بيقول للعيبه ايه، بيقول للعيبه ايه يخلي عندها كل الحماس وكل القوه دي. انت متخيل ان سفيان مرابط واخد مسكنات، حكيم زياش مسكنات، في لعيبه كتير، اشرف حكيمي مسكنات، واخدين مسكنات ما هماش قادرين اساسا، عندهم شد عضلي واللعيبه اساسا تعبانه ومفرهده واللعيبه كلها جايبه اخرها. الراجل ده تحس ان هو عامل مجلس دولة، او عارف انت ايه اللي هو مجلس عيلة، مجلس دولة. بس هو مش عامل مجلس دولة بس، ده هو عامل مجلس وطن عربي كامل بيدعمه، ووطن عربي كامل هو شايل همه فوق كتافه وماشي بيه عشان يفرح الناس دي كلها. الواحد فخور بمنتخب المغرب وفخور بالانجاز العربي. وكنت عايز اوثق رد فعل امبارح بس ما قدرتش من صوتي، بس الحمد لله الواحد ان هو قدر ان هو يوثقه النهارده. وما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، والواحد عايز يوثق الحلقة دي معاكم انتم عشان انتم الداعم الوحيد ليا. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت لسه جديد، وتدينا اللايك وتصلي على النبي. واشوفك على خير، وسلام يا صاحبي.